الطفل اللي قدامك ده اتولد بمرض بيحول البروتين لسم قاتل، لكن اللي حصل معاه بيعتبر طفره ممكن تغير شكل العلاج في العالم كله. جي كي اتولد بجين معيوب بيسبب مرض خطير اسمه السي بي اس 1 انزيم ديفيشنسي. المرض ده بيخلي الجسم بدل ما يستخدم البروتين يحوله لماده سامه تهاجم الجسم من جوه، والمشكله طبعا ان احنا كبشر ما نقدرش نعيش من غير بروتين. عشان كده نسبه الوفيات بالمرض ده عند الاطفال الصغيرين بتوصل ل 50%. اللي حصل بقى انه في اول 48 ساعه بس من حياه جي كي بدات تظهر عليه اعراض خطيره، وقتها الدكاتره قالوا لازم يعمل عمليه زرع كبد قبل ما يتم ال5 شهور. وهنا كانت الكارثه، لان زرع الكبد في السن ده صعب جدا، غير انه مش اي كبد ينفع معاه، والعمليه نفسها خطيره جدا على طفل حالته ضعيفه بالشكل ده. ساعتها ابوه وامه خدوا قرار شجاع جدا، وافقوا يخلوا فريق من العلماء في مستشفى فيلادلفيا للاطفال يجربوا علاج تجريبي باستخدام تعديل الحمض النووي جوه جسمه. العلاج اعتمد على نوع جديد من تقنيه كريسبر اسمه بيز اديتنج او تعديل القاعده. طبيعي ان الحمض النووي بتاعنا عباره عن شريطين ملفوفين حوالين بعض. كريسبر العادي بيكسر الشريطين ويعدل فيه، لكن التعديل ده بيكسر شريط واحد، وده معناه دقه اعلى ومضاعفات اقل. المهم ان العلماء حقنوا اداه التعديل جوه جسم الطفل عشان توصل للخلايا وتصلح الجين، وبعد 7 اسابيع بس الطفل قدر ياكل بروتين اكتر من الاول، وكمان جرعه الادويه قلت للنص وما ظهرش عليه اي اعراض جانبيه، وقدر يروح مع اهله وهو بيقول ما تنسوش تعملوا فولو لمحمد شرف. سلام.